السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب الفيديو ده يا جماعة حابين نوضح فيه حاجة مهمة جدا بخصوص الناس اللي بتسألنا كتير جدا على الشغل اللي احنا بنعمله بالنسبة للطرطشة أو أيا كان الموضوع ده أو رش المية للحيطان والكلام ده. في أمور بتضطرك إن أنت تشتغل على حسب طلب الزبون. الزبون مثلا إمكانياته إن هو يجيب لك الشغل بتاعك، إن أنت مثلا ممكن توضح له الشغل بتاعك كويس أو إن أنت تقول له مثلا الحاجة الكويسة إيه، بس هو طلبه معين ان مثلا مش عايز طرطشه، مش عايز يعمل طرطشه ايا كان المعنى. وبالنسبه لرش الحيطان احنا بنرش الحيطان وكل حاجه زي الفل، عشان في ناس كتير جدا بتقول ان احنا مش بنرش الحيطان. زي ما حضراتكم شايفين التاسيس والصناعي شغال برضه. انما بالنسبه لموضوع الطرطشه على حسب تكلفه الزبون وامكانيات الزبون احنا بنشتغل. لكن احنا ما بنجبرش الزبون على حاجه، احنا بنوضح له الشغل الصح وهو بعد كده مع نفسه بيختار القرار الاساسي او بيختار الحاجه الصح بتكون ايه للشغل عنده. فدي حبينا نوضح المعلومه دي يا جماعه للناس كلها، عشان خاطر كل الناس بتسالنا في التعليقات انتوا ليه مش بتعملوا طرطشه ورا الشغل والكلام ده. حبينا بس نوضح الموضوع ده عشان الناس برضو بيهمنا رايكم ونحب نوضح لكم الصوره كويس برضو. فزي ما انتم شايفين كده برضو احنا عندنا شغلنا زي ما انتم شايفين كده، يعني جنب المطرطش ده قدام المعلم ده هو كده وحدي يعني من الاول ومن زمان يعني. انما في الوقت الحالي الشغل الجديد ده مش مطرطش عشان خاطر ده على حسب طلب الزبون، مش حابب ان هو يعمل طرطشه للشغل عنده، فاحنا بنوضح له المعلومه الحقيقيه او المعلومه الصحيحه وهو بعد كده بيختار مع نفسه هو عايز يعمل ايه. فيعني حبينا بس نوضح لكم الكلام ده يا جماعه عشان خاطر ناس كتير جدا بتسال المعلم احمد انت ليه مش بتعمل طرطشه والكلام ده كله يعني. المعلم احمد كده حابب بس يمسي عليكم، يعني بيوريكم يعني نظام الشغل والتاسيس. اهم حاجه ضبط الشغل. طب تمام يا معلم احمد، ممكن توضح لنا من المسافه اللي موجوده تحت البلاطه اللي انت شغال فيها دي مسافه بلاطه ولا اكتر يعني؟ بلاطه ايوه. طيب تمام، هو كده الجنب متربع ان هو يدخل معاك فوق البلاطه كامله ولا بغلاقه برضه؟ بلاطه برضه. طيب تمام يا معلم، كلام مهم جدا لازم يتوضح عشان في ناس كتير جدا بتحب تسال الاسئله دي. هل الجنب اللي انت شغال فيه سايب فيه فراغ تحت وطلعت فوق هتلاقي ان الجنب لسه ما كملش، فهو مش عارف الجنب هيقفل معاك فوق ايه وتحت ايه. الكلام ده يا معلم لازم توضحه له بحيث ان هو يبقى فاهم معانا الدنيا ماشيه ازاي. وتاني حاجه على ارتفاع 90 سنتي يركب الديكور. تمام، يعني هنا كده معانا طبعا على كلامك انت كده في ديكور هيركب معانا هنا ان شاء الله يعني. ان شاء الله. تمام ان شاء الله، خلال لما يركب الديكور برضه هنوضح للناس ونعمل فيديو ثاني ونوريهم الشغل هيبقى ماشي ازاي ان شاء الله باذن الله تعالى. انتظروا معانا يا جماعه كل الشغل اللي هينزل ان شاء الله من خلال الشغلانه اللي احنا فيها دي، ومستنيين رايكم ان شاء الله. وتدعموا المعلم احمد كده باللايك كده الكومنت بتاعكم الحلو، وان شاء الله ربنا ييسر الحال.